السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا يا حبايب قلبي، انا هدخل معاكم في الموضوع على طول، وما تنسوش بقى في اللايك والاشتراك في القناه عشان انتوا مش بتتفاعلوا في الفيديوهات خالص. المهم بقى ايه، انا جايبه لكم خبر حلو ومش حلو في نفس الوقت، يعني خبر مفرحني وفي نفس الوقت مزعلني. فعايزه منكم، عايزه رايكم، لان رايكم انتوا اخواتي وحبايبي وعيلتي وظهري وسندي، فانا عايزه رايكم يهمني، يعني كلكم تكتبوا لي في التعليقات رايكم بالظبط ايه واعمل ايه. عشان بصراحة أنا لايصة ومش عارفة أعمل إيه خالص، زي ما بيقولوا عين في الجنة وعين في النار. فإيه، بتمنى منكم بقى إن أنتوا تكتبوا لي في التعليقات رأيكم، لأن رأيكم يهمني. دلوقتي بنتي الكبيرة جاي لها عريس. جاي لها عريس مين يا زوزة؟ أنتوا عارفين إن أنا بشتغل في عيادة في مركز طبي. المهم إيه، فوقنا دكتور تحاليل وفوقنا دكتور أطفال. فدكتور التحاليل اللي فوق، طبعا انا ليا كلام مع الدكاتره، الحمد لله الحمد لله يا رب، انا محبوبه، اي حد بيتكلم معايا بيحبني. البنات اللي فوق مصاحباهم، والدكاترة كمان مصاحباهم، يعني لو بعمل لما بحتاج، يعني بعيد عنكم يا رب، تحاليل، بعمل التحاليل فوق في معمل التحاليل، الدكتور ما بياخدش مني اي فلوس، حتى لو عامله تحاليل ايه، او لو عامله اي تحاليل لاولاد. الدكتور بصراحه، او الدكتور اصلا مراته دكتوره صيدلانيه وعندهم صيدليه، فعنده خبره في الادويه رهيبه. يعني مثلا لو انا بطني وجعاني او صداع او اي حاجه وجعاني خالص، كانه دكتور متخصص، بروح له اطلع له اقول له يا دكتور في حاجه وجعاني كذا، يقوم كاتب لي ايه رشدته او الدواء، ويقول لي راح اعطيها على طول، بسم الله ما شاء الله برتاح على علاجه. فهو محترم قوي قوي قوي. دكتور الاطفال كذلك محترم قوي قوي. فالاثنين اصلا انا مصاحباهم وليا كلام معاهم. فبطلع فوق للبنات فوق، بنطلع نجيب اكل وناكل سوا ونتغدى سوا، مش عارفين، انتوا عارفين ان انا عشريه وحبوبه وبحب الدنيا كلها والدنيا كلها بتحبني. مش هتكلم عن نفسي كتير. المهم بقى ايه، فالدكتور اللي فوق بيجيله دكاترة كتير، ودكاترة بتشتغل عنده تحاليل، بتتدرب ومش عارفة ايه. فدكتور عمل اللي هم اصلا شغال معاهم، شغال معاه، شاف بنتي عندي يوم في العيادة، كنت طالعة، كانت بنتي عندي في العيادة، ما هي بتاخد دروس وكده وبتعدي عليا في الراحة وفي الجاي. فكانت جايالي، فبعتها تجيب طلب من فوق من البنوتة اللي فوق. فالدكتور ده كان هناك، دكتور احمد ده كان هناك فوق، فشافها. فانا كنت فبعدين انا طلعت بعدها بشويه، فسال البنوته اللي فوق، قال لها دي مين ومش عارفه ايه، قالت له ده بنت زوزة وكده ومش عارفه ايه وكده. انا ليا كلام معاهم كلهم. المهم فهو ايه، خد باله من بنتي اصلا من غير ما اي حد فينا خالص ياخد باله. تمام. فكان مرة هناك يسأل عليها، فلقيته في مرة قام نازل لي وقام قايل لي انا عايزة اتقدم لها ومش عارفة ايه، بس انا هنتجوز، الجواز هيبقى بعد سنة، وهي لو عايزة تكمل وتدخل اي كلية انا معاها، وملزوم بمصاريفها وملزوم بكل حاجة. بس هي بقى توافق، عشان انا بصراحة شفتها وعجبتني، وشفتها كذا مرة مش مرة واحدة، وشايفها وبتبقى طالعة فوق وهي طالعة على السلم ومش عارفة ايه، يعني شفتها كم مرة صدفة وهي طالعة عندي، وشفتها كم مرة فوق في المعنى، وشفت طريقة كلامها عجبتني أوي. وبعدين أنا حاسس إن هي أصلا طفلة كده، وعلى طبيعتها ومحترمة يعني، وعسولة كده في نفسها، طفلة يعني. فأنا إيه، مش الأحسن منها. تمام. هو من البلد أصلا اللي هنا اللي أنا بشتغل فيها. وهتجوز بعد سنة، ولو هي عايزة تكمل أنا معاها ومش عارفة إيه وكده. هو دكتور تحاليل بس ما عندوش معمل، هو لسه بيتدرب مع الدكتور محمد اللي فوق، بيشتغلوا يعني مع بعض سوا كده. المهم ايه، فانا طبعا قلت لبنتي، فبنتي رافضه الموضوع ده تماما. بصوا، لو جالها دكتور بشري، مش بعد كده لو جالها مين، هي رافضه رافضه رافضه. هي على فكره بيجي لها عرسان من وهي في ثالثه اعداد، هي قد كده مقروضه وصغنونه، بس بيجي لها عرسان من وهي في ثالثه اعداد، من البلد المخفيه اللي هناك. بس انا اصلا ما بطيقش البلد دي ولا بحبه. وبيجي لها اصلا من هنا. فجالها العريس ده، فانا قلت لها، فهي طبعا بقى اتخانقت معايا، وانت عايزه تجوزيني علشان ما تصرفيش عليا، وانت مش عارفه ايه، مستعجله عليا ليه، ده انا لسه هكمل تعليم وهدخل كليه
والكلام بقى اللي انتوا عارفينه ده. قلت لها يا بنتي هو بيقول لو انت ليكي غرض، هو بيقول هتكملي تعليمك، هو معاكي للاخر، وانا ملزومه ان انا اصرف عليكي حتى بعد ما تتجوزي، انا ملزومه اصرف عليكي وعلى كليتي، مع ان هو بيقول انا ملزوم منها، هي ملزومه مني وهصرف عليها من جنيه ل1000. وانا اصلا يعني هو دكتور، ده كفايه ان هو دكتور حابب العلم يعني، وحابب ايه ان هي تكمل وكده. بس هو بقى بصراحه بيقول لي يا هي يا بلاش، حط عينه منها وبيقول لي يا هي يا بلاش. فهي مش عايزه ورافضه الموضوع ده خالص، رافضه 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 رافضه. حتى كان ستاتها اصلا اللي من هناك من البلد كانوا جايبين لها قبل كده بردك عريس، وجم مامة العريس جات وستها جات البلد اللي هي اصلا بتاعت جوزي، وهي دي تبقى ست جوزي اللي كانت جايبه لها العريس. المهم جم وام العريس جات وقعدت معانا واتبسطت منها ومش عارفه ايه، ودي دخلت اوضه النوم بتاعتي وتقول يا هو ما اطلع لهاش يا بنت اطلعي، بس ده هي كده كده قريبتنا قريبه باباكي، اطلعي واقعدي معاها واتكلمي ومفيش اي حاجه، محدش جبرك على حاجه. تقول لا يعني لا، وتعيط عيط. والمهم ستها قامت قايله انتوا مادام هي ملهاش مزاج من الموضوع ده ومش عارفه ايه، امال انتي امال هي بتعيط كده ليه ومش عارفه ايه. والمهم زعلت وقالت لها ايه احنا مش هنغصبك على حاجه، واللي انت عايزاه اعمليه. المهم بص ستاتها دول بيحبونا بطريقه رهيبه. ستاتها قريبه باباها من ناحيه مامته، من ناحيه باباه بقى محدش فيهم بيحبنا ولا احنا بنحبه، تمام. انما اللي من ناحيه بابا، اللي من ناحيه ستها مامة باباها، بصوا انا روحي فيهم وهم روحهم في ولادي، روحهم في ولادي. وما فيش اي مناسبه عندهم الا وبروح لهم، ما فيش اي حاجه عندهم الا وبروح لهم. هم بيجوا لنا بعزمهم في رمضان بيعزمونا. بصوا ما فيش بعد كده. ده بقى يثبت لكم ان اللي بيحبك مش شايف فيك عيوب، مهما الناس تقول ومهما الناس تعيد، هو بيحبك هيدافع عنك. اللي ما بيحبكش مهما تعمل له، لو اشتلته كده فوق دماغك ومشيت بيه برضك ما بيحبكش، وعمره في حياته ما هيقول عليك كلمه كويسه. ببقى قاعده فوق كده وسامعاهم هما بيتكلموا عليا انا وولادي. انما قرايب جوزي اللي هم من ناحيه مامته كلهم بيحبوه، كلهم ستاته دول بنعزمهم في رمضان والله العظيم يا ولاد بيجوا شايلين. يعني في ست من ستاته دول بتجيب لنا الرز اللي هو الشعير ده بالشكار، بتجيب لنا الرز الابيض. كانت في رمضان السنه اللي فاتت جايبه لنا نص شكاره رز ابيض. خيار تبعت لنا بالشنطتين 3 خيار بتبعتهم. سته التانية بتجيب هدوم للعيال من وهم لسه كتاكيت، من وهم لسه صغيرين بتجيب لهم بشنطه الهدوم. بصوا ما انا بحبهم بحبهم بحبهم، يا رب يا رب يا رب يجعل يوم قبل يوم. هم ابقالي، شوف انا بحبهم قد ايه، هم ابقالي من امي مفيش بعد كده حاجه. وولادهم كلهم، ولادهم كلهم بيحبوني. ليه؟ عشان بيحبوا جوزي، تمام. انما اللي ما بيحبكش مهما تعمل له هو شايفك وحش وهيتكلم عليك وحش لانه ما بيحبكش. المهم بقى ايه، فقولوا لي رايكم واعمل ايه في العريس. بصراحه هي فرصه حلوه وانا مستخسراها، وفي نفس الوقت انا مش عايزه اغصب بنتي على حاجه، وبرده مش هقدر اغصبها على حاجه. عمري في حياتي ما اغصب. يعني هي بتيجي تقول لي ماما انا اغير درس كذا، الله براحتك. هاخد درسين في الماده كذا وببقى مزنوقه وطالع روحي، الله براحتك معاكي. ماما ايه رايك اروح للمدرس الفلاني اخد درس مش عارفه ايه، براحتك اللي انت شايفه صح. ليه؟ عشان ما ترجعش في الاخر وتقول لي انت السبب، او انت وقفت في طريق، او انت قصرت معايا في حاجه، او انت او انت او انت. وانا معوده اولادي على كده. فقولوا لي رايكم، ورايكم في التعليقات يهمني. اعملوا مشاركات للفيديو كتير وحطوا لايك،
واكتبوا لي كومنتات 3 4 كومنتات كده، 5 في تحت الفيديو. ربنا يا رب ما يحرمني منكم ابدا، انتوا وعيلتي وحبايبي واخواتي وظهري وسندي. انا نفسيتي ارتاحت بصوا 180 درجه من اول ما انا رجعت اشتغلت على القناه واتعرفت عليكم كلكم، لان بجد بجد حاسه ان انتوا اهلي واخواتي وحبايبي وظهري وسندي. وعلى فكره انا من عيله كويسه قوي 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 قوي، وعيلتنا كلها بص طيبة كده، وناس محترمة وناس نظيفة وناس راقية، مش ناس خبيثة زي الناس الخبيثة اللي انتوا عارفين. فانتوا كمان عيلتي، وانتوا سبحان الله الطيور على اشكالها تقع، علشان انا قلب نظيف ومحترمة وبنت ناس. ربنا بعت لي الناس اللي قلبها نظيف المحترمة اللي ولاد ناس زيكم كده، وانتوا اخواتي وحبايبي على راسي. بتمنى منكم ترفعوا الفيديو وترفعوا القناة. بحبكم كتير ورأيكم يهمني، واكتبوا لي في التعليقات ما تنسوش، انا مستنيه رأيكم كلكم. يلا حبايب قلبي بقى، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.